تكمل إن شاء الله الشباب اللي إحنا خدناه مع بعض في سيكشن التكاليف المرة اللي فاتت. لو قلنا المرة اللي فاتت يا شباب إحنا عندنا رود ماب كده بنمشي عليها في التكاليف. بنبدأ بالكوست ترمينولوجي، ودي بتبقى عبارة عن التعريفات والمصطلحات والمفاهيم والتقسيمات بتاعة التكلفة. وده بيبقى الأساس بتاعنا اللي إحنا بنبني عليه كل حاجة بعد كده. عرفنا يعني ايه التكلفة، ان انا بضحي بحاجة في مقابل ان انا بستحوذ او بحصل على حاجة تانية. بس الحاجة التانية دي بتقدم لي فيوتشر بينيفيت، منفعة مستقبلية. وعرفنا الفرق ما بينها وما بين اللص وما بين الاكسبنس. قلنا ان التكلفة دي انا بقسمها على حسب انت ليك اكتر من اعتبار او معيار ممكن تقسم بيه التكلفة. ممكن تقسمها باعتبار انها تكاليف صناعيه وتكاليف غير صناعيه. قلنا التكاليف الصناعيه دي الماتيريال والليبر والاوفر هيد. تكاليف غير صناعيه دي المصاريف البيعيه والتسويقيه والعموميه والاداريه. ممكن تقسمها كمان على اعتبار علاقتها بالمنتج، او مش المنتج بقى، خلينا نقول علاقتها بالكوست اوبجكت، موضوع او محل التكلفه. فقسمنا التكلفه اللي دايركت كوست تكلفه مباشره، وان دايركت كوست تكلفه غير مباشره. قلنا كمان ممكن نقسمها على اعتبار سلوك وتصرف التكلفة، أخلاق التكلفة عموما عاملة إزاي. قلنا التكلفة في أخلاقها عندي فيه ثلاث حاجات: يا إما variable cost تكلفة متغيرة، يا fixed cost تكلفة ثابتة، يا mixed cost تكلفة متغيرة. دي اللي احنا بنسميها semi variable شبه متغيرة، أو semi fixed شبه ثابتة. سميها زي ما تسميها، واحد شبه متغيرة، شبه ثابتة، مختلطة، زي ما انت عايز تسمي سمي براحتك. بعد ما خلصنا التعريفات والتقسيمات دي، دخلنا على المحطة التانية اللي هي بتاعت الكوست تكنيكس أو الكوست ميجرمنت، طرق قياس واحتساب التكلفة. قلنا الكوست تكنيك ده بترد لي على سؤالين مهمين. السؤال الأول: أنت بتحسب تكلفة إيه؟ يا إما بتحسب تكلفة حاجة أنت لسه بتفكر فيها، فأنت ما عندكش أرقام حقيقية تحسب عليها التكلفة. طب هتحسب التكلفة إزاي؟ عن طريق تكلفة estimated، انت بتحاول تقدرها وتتوقع التكلفة هتبقى عاملة ازاي. ده اللي احنا نسميه الستاندرد كوست، التكلفة المعيارية او التكلفة التقديرية. او انت بتحسب تكلفة حاجة فعلا قائمة فعليا، انت في منتج وخلصته في شهر وبتقفله او بتقفل سنة. تمام، فدي احنا بنسميها الاكتوال كوست، التكلفة الفعلية. السؤال التاني اللي الكوست تكنيك بيرد لي عليه: انت هتعمل ايه بالتكلفة بعد كده؟ وقلنا ده السؤال الأهم يا شباب، ده المفروض اللي احنا بنشتغل عليه. احنا ما بنشتغلش على رقم التكلفة، احنا بنشتغل على ما وراء رقم التكلفة. هتعمل ايه بالتكلفة بعد كده؟ والله أنا من أهم الحاجات اللي أنا بستخدم فيها رقم التكلفة اللي بيطلع عندي كأكتوال، إن أنا بقارنه بالبادجت اللي عندي اللي أنا كنت عامله أول الفترة كان المفروض يطلع كام، وأبدأ أشوف الفاريانس، الفرق ما بينهم، عشان أقيس الكفاءة والأداء بتاعي كان عامل إزاي. فيقول لك والله انت عايز تقيس الفاريانس ده على مستوى الاوفر هيد بس، فده ساعتها احنا بنتكلم على النورمال كوستنج. لو عايز تقيس، لو عايز بقى تعمم اللي انت عملته على الاوفر هيد ده على بنود التكلفة كلها، فانت عايز تعمم الفاريانس ده على مستوى الماتيريال والليبر والاوفر هيد، تشتغل على التلاتة وتشوف الفروقات والانحرافات اللي حصل في التلاتة كانوا ليه. ساعتها هنتكلم على الاكستندد نورمال، وده اللي احنا اتكلمنا عليه، ده اللي هو الفليكسبل بادجت، الموازنة المرنة اللي عندنا. تمام، ده كده. وكنا بدأنا المرة اللي فاتت في المحطة التالتة برضو على اللقطة بتاعة الكوست اكيوميليشن، طرق تجميع التكلفة. قلنا ان الفكرة يا شباب ان انا عندي في الكوستنج تكنيك هو بيحسب لي كل بند تكلفة لوحده: الماتيريال لوحدها، الليبر لوحدها، الاوفر هيد لوحده. بس ما بيقوليش انا ازاي هجمع التلاتة دول عشان اطلع في الاخر تكلفة المنتج، خط الانتاج، الادارة، الفرق. ما بيقوليش كده. هو الكوستنج تكنيك كل اللي يعمله يقول لي بقول لك ايه: انت عندك ماتيريال قد كذا، ليبر قد كذا، اوفر هيد قد كذا. طب انا عايز بقى الدول تكلفة المنتج منهم كام؟ يقول لك مش بتاعتي. طيب دي بتاعت مين؟ دي بتاعت الكوست اكيوميليشن، طرق تجميع التكلفة. طرق تجميع التكلفة ده احنا عندنا اكتر من طريقة ممكن نجمع بيها التكلفة. ده بيعتمد على اساس انت السايكل عندك شغالة وماشية ازاي، وكمان على اساس انت نظرتك ايه للتكلفة.
لو هنجمع التكلفة على أساس السايكل، طبيعة الشغل بتاعتك عاملة إزاي، إحنا كنا بنتكلم على نظام الجوب أوردر، نظام المراحل الإنتاجية، أو نظام البروسيس كوستنج، نظام الجوب أوردر نظام الأوامر الإنتاجية، أو البروسيس كوستنج نظام المراحل الإنتاجية. لو هنجمع التكلفة على أساس نظرتك أنت للتكلفة عاملة إزاي، فإحنا كده بنتكلم على ال ABC Activity Based Costing، التكلفة على أساس النشاط، أو ال Life Cycle Costing، التكلفة على أساس العمر الافتراضي للمنتج بتاعي. دي المقدمة اللي إحنا خدناها عن ال Cost Accumulation المرة اللي فاتت. لغاية كده يا شباب الدنيا تمام؟ نقول اتفضلوا الشاي الأول كده شباب، أنتوا محضرين الشاي والنسكافيه ولا لسه؟ أنا مش عايزكم تفصلوا في النص مني. طيب تمام. نبدأ بقى ناخد اللقطة بتاعت الكوست اكيوميليشن، ونبدأ نتكلم عليها لقطة لقطة. كوست اكيوميليشن زي ما قلنا كده، ده أنا بتعتمد على حاجتين، يا إما تجمع التكلفة على أساس السايكل عندك ماشية إزاي، فإحنا كده بنتكلم على أول واحد اللي هو الجوب أوردر كوستنج، نظام الأوامر الإنتاجية. الفكرة في نظام الأوامر ده إيه يا شباب؟ إن أنا واحد والله بتاع أساس مثلا، صنع كراسي وترابيزات ومكاتب ودواليب وحاجات من دي. فأنا الدواليب والترابيزات والكراسي بتاعتي أنا بطلعها بستاندرد معين، مقاس معين، ألوان معينة، أشكال، تصميمات معينة. أراك مثلا أستاذ وائل مثلا صاحب شركة، تمام، وعايز مثلا يفتح فرع جديد، فراح جاي له يقول لي والله يا أنس، أنا دلوقتي أنا عايزك تعمل لي ترابيزات وكراسي للشركة للفرع الجديد اللي أنا بعمله. بس انا عايز على كل ترابيزه وكرسي ومكتب ودولاب تعمل لي فيه حاجه معينه، يعني عايزك تعملوا لي بشكل معين. هو راح مثلا جايب لي صوره من على النت كده، قال لك انا عايزك تعمل لي الترابيزه على الشكل ده، والدولاب بالشكل ده، والمكتب بالشكل ده، وعايزك تعمل لي فيه الالوان الفلانيه، وعايز الكرسي والمكتب والدواليب كل واحد فيهم يكون مرسوم عليه اللوجو بتاع الشركه ومحفور فيه اسم الشركه. فهنا نلاحظ ايه، ان استاذ وائل لما جه طلب مني، هو طلب مني حاجة في نفس الحاجة اللي أنا بشتغلها. طلب من أنا شغال دواليب وكراسي ومكاتب والكلام ده كله، هو طلب مني برضه نفس لقطة دواليب وكراسي ومكاتب. بس الفكرة هنا إيه؟ إن الطلب بتاعه غير الستاندرد الطبيعي اللي أنا ماشي فيه. يعني أنا ببقى جاي كل يوم الصبح والناس عارفة إن والله إحنا هنعمل ده الفلاني، طول مش عارف قد ايه، عرض قد ايه، ارتفاع قد ايه، مش عارف ايه الكلام ده كله، فيه تلات اربع طرق، هو خلاص الناس متسيستمة على كده. بس هو جاي دلوقتي طلب اوردر بتاعه بمواصفات مخصوصة غير الطبيعي اللي انا شغال عليه. فبنقول الفكرة في الجوب اوردر نظام الاوامر الانتاجية، ان بيجي لك طلبية من عميل. الطلبية دي انت ما بتعملهاش على مزاجك، انت بتعملها على مزاج العميل. فبتعمل له طلبية مخصوصة لعميل مخصوص بكمية مخصوصة هتسلمها له في وقت معين. يعني الأستاذ وائل لما يجي يقول لك دلوقتي أنا عايزك تعمل لي 10 كراسي بمواصفات معينة وعليهم لوجو الشركة واسم الشركة، أنا ما أقدرش أعمل له إلا ال10 وبس. طيب ليه؟ ليه ما أقدرش أعمل له 9؟ لأنه ساعتها هيقول لي أنت عامل 9 وأنا طالب منك 10، طب أنا الموظف العاشر ده هيقف طول اليوم؟ طب لو أنا عملت 15 كرسي، هو مش هياخد مني إلا ال10 اللي هو عايزهم بس. طب والخمسة الباقيين؟ مفيش أي عميل تاني هيرضى إنه يشتري من المعرض كرسي عليه اللوجو واسم شركة معينة. فعشان كده احنا بنقول هو طلب مخصوص لعميل مخصوص بكمية مخصوصة، بتعمل له الكمية اللي هو طالبها. طب هنا دلوقتي خلي بالك من حاجة، أنا الكراسي الطبيعية بتاعتي بتكلفني ماتيريال وليبر وأوفر هيد، تمام. ده النورمال اللي انا شغال فيه كل يوم، ده الشغل الطبيعي الديلي اللي انا بشتغله كل يوم. استاذ وائل لما جه طلب مني الاوردر بتاعه،
الاوردر ده انا عشان اعمل له الترابيزات والكراسي والمكاتب بتاعته، هي كمان هتكلفني ماتيريال وهتكلفني ليبر وهتكلفني اوفر هيد. بس انا اجي اسالك سؤال دلوقتي، انا بسحب من المخزن خشب للكل، الناس بتشتغل على الكل، الكهرباء والميه والغاز واهلاك الالات والحاجات والمعدات اللي عندي بتبقى على الكل. هفصل تكلفة الحاجات اللي انا بعملها ليا ازاي عن الاوردر المخصوص اللي انا عامله للاستاذ وائل؟ وهنا تيجي الفكرة معايا، ان هنا يا شباب بروح فاتح حاجة اسمها حساب الويب، ورك ان بروسيس او ورك ان بروجريس، الاتنين نفس المعنى، احمد هو حماتة زي ما انت عايز تسميه سميه. بس بقول لك بقى ايه، انا كده كده طول ما انا شغال في صالة الانتاج ببقى فاتح حساب الويب. بس حساب الويب ده لما اقول لك حساب ويب واسكت، ده حساب الويب الشغل التقليدي بتاعي اللي انا بعمله كل يوم. بس باجي على استاذ وائل الاوردر بتاعه وافتح له حساب ويب، بس اروح مسميه كده ده الويب بتاع الاوردر رقم، مثلا انا هسمي اوردر استاذ وائل ده رقم 15، بحيث ان اي خشب ماتيريال، خشب بقى والغيرة والدهان والجلد والسفنج وكل حاجة، اصرفها من المخازن كخامات على اسم الاوردر بتاع استاذ وائل، اروح راميها على الويب بتاعه. والناس لما تيجي تشتغل على الاوردر بتاع استاذ وائل ابقى عارف هم بدأوا الساعة كام وخلصوا الساعة كام وخدوا كام شيفت، كام عامل يشتغل الاوردر بتاعه، فارمي الليبر بتاعته على الويب بتاعه، واشوف في الفترة اللي احنا اشتغلناها ده الاوفر هيد بتاعه هيتحمل بنسبة قد ايه، اروح راميها على الويب بتاعه. فهنا يا شباب انا بعمل حساب ويب، بيبقى عندي حسابين ويب، في حساب ويب عام ده الشغل بتاعي، وفي حساب ويب مخصوص بتاع الاوردر ده. وده بيبان معايا يا شباب في الشركات اللي بتبقى شغالة تصنيع للغير، هو بيعمل دايما يا اما في شركات بيعمل لنفسه وللغير، او في شركات تانية بيبقى اعتمادها كله على التصنيع للغير. تمام. بس خلي بالك من اللقطة هنا، استاذ وائل لما يجي بيتفق معايا، هو طالب مني مثلا والله مكتب معين، هو بيجي يقول لي ايه، والله يا انس انا هحاسبك على المكتب او على الكرسي ده، هديك في الواحد 100 جنيه. سؤال يا شباب، ال 100 جنيه دي اقبل بيها ولا ارفضها؟ وليه؟ ال 100 جنيه دي يا شباب لما يقول لي انا هاخد منك الكرسي ب 100 جنيه، يعني هبيعه له بسعر 100 جنيه، ده السعر اللي هو عرضه، اقبل بيه ولا ارفضه؟ شباب، اقبل بال 100 جنيه دي ولا ارفضها له؟ طب سؤال تاني. أقبل. اتفضل. سؤال تاني يا شباب، انا على اي اساس هختار ان انا ابيع له بالمية او لا؟ او على اي اساس انا بحدد سعر البيع بتاعي؟ الله يبارك لك. مش انا قبل ما اقول له والله ال 100 جنيه بتاعتك دي كويسه ولا لا، لازم اشوف الكرسي ده مكلفني كام؟ ما انا ممكن الكرسي ده يكون مكلفني 105 او 110، فساعتها ال 100 جنيه مش جايبه تمن تكلفته. او ممكن يكون الكرسي ده مكلفني 60 70 جنيه، فاقول لك ماشي 30 جنيه حلو. او ممكن يكون الكرسي ده مكلفني 97 جنيه، فاقول لك انا اشتغل واحرق دمي ده كله
عشان في الاخر مكسبي منه 3 جنيه مش جايب هم. فانا لازم ابص على التكلفة الاول. بس اسألك سؤال، انهي تكلفة انا هبص عليها واحنا لسه في مرحلة الاتفاق مع بعض؟ يعني انا ما اشتغلتش، يعني احنا لسه بنتفاوض مع بعض والكلام ما بيننا رايح جاي. فانهي تكلفة تدخل معايا في اللقطة دي؟ ايوه، فين تكلفة التصنيع؟ انا ما اشتغلتش، انا لسه استاذ وائل. احنا بنتفاوض مع بعض. انا والله يا انس، انا عندي فرع جديد، عايز منك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، عايز منك 10 كراسي، هديك في الكرسي 10 جنيه 100 جنيه. انا لسه بفكر في المشروع، في اللقطة دي هتمشي معايا ولا مش هتمشي. انا لسه ما اشتغلتش تصنيع ولا انتجت. ايوه، تكلفة المواد الاساسية. حلو، حتى لو ربح مستهدف، هي فكرة حضرتك صح. انهي تكلفة هتدخل معايا في الربح المستهدف؟ شباب، لو رجعنا خطوة لورا كده، فاكرين الكوستنج تكنيك؟ طرق قياس واحتساب التكلفة. قلنا الكوستنج تكنيك ده بترضي على سؤالين. أنا عايز السؤال الأول، أنت بتحسب تكلفة إيه؟ تكلفة حاجة اشتغلتها ولا حاجة لسه بتفكر فيها؟ دلوقتي لما يكون أستاذ وائل لسه بيتناقش معايا وبنتفاوض مع بعض، إحنا هنشتغل مع بعض ولا لأ؟ يبقى دي حاجة أنا اشتغلتها فعليا ولا لسه أنا هشتغل فيها وعايز أشوف تكلفتها هتبقى واقفة عليا كام. أنا لسه بفكر هشتغل معاه ولا لأ. فده يدخل معايا، الله يبارك لك، الستاندرد كوست، التكاليف المعيارية أو التكاليف التقديرية. فأنا مع نفسي كده أروح قاعد مع مدير الإنتاج، أقول له والله إحنا جاي لنا عرض من عميل بيقول لك أنا عايز الكرسي ده ب 100 جنيه، عايزك تقول لي الكرسي ده تقريبا هيقف عليا بتكلفة إنتاج. فيجي يقول لك كده، تقعد بقى مع الجماعه بتوع الانتاج والتكاليف والماليه والليله دي كلها. بتاع الانتاج يقول لك بص، الكرسي بالمواصفات ده هياخد مني ماتيريال تقريبا 30 جنيه، والعماله اللي هتشتغل فيه هتاخد فيه 15 جنيه. والراجل بتاع التكاليف يقول لك بالحسبه التقديريه كده، الاوفر هيد بتاعك للكرسي الواحد هيكون مثلا في حدود 10 جنيه. فاجي اقول لك والله كده 30 و15 و10، فكده واقف عليا كتوتال كوست اجمالي تكلفة ب55 جنيه، وهو عارض عليا سعر بيع 100، يبقى انا كده هكون كسبان في الكرسي الواحد 45 جنيه فوق التارجت او فوق الربح المستهدف بتاعنا. انا كده الدنيا معايا تمام. بس خلي بالك برضو من اللقطة. شباب، انا لما يجي مدير الانتاج يقول لي الكرسي ده بالمواصفات دي هياخد قد كذا خشب وجلد واسفنج ودهان والليلة دي كلها، ده البوم المواصفة المعيارية بتاعته، وهياخد كام عامل والعامل هيشتغل عليه قد ايه، كعقل ومنطق بعيد عن الحسابات. انا لما اجي اشتغل فعلي بقى، هكلف على المنتج مواد وعمالة نفس اللي موجود في المواصفة بتاعته ولا هكلف حاجة مختلفة؟ العقل والمنطق يقول لك ايه؟ لما يكون عندي مواصفة تقول لي المنتج ده هيكلفك مواد وعمالة قد كذا، والمفروض ده اللي احنا هنبدأ عليه الخطة بتاعتي، لما اجي اشتغل يبقى هو ولا لا؟ الله يبارك لك، لازم نفس اللي في المواصفة اللي عندي. فانا عندي المشكلة لا في الماتيريال ولا عندي المشكلة في الليبر، المشكلة او اللقطة عندي في الاوفر هيد.
ليه اللقطة عندي في الأوفر هيد؟ لأن الأوفر هيد ده إحنا بنسميه نون كنترولابل كوست، تكلفة غير قابلة للتحكم. ليه؟ لأن المصنع اللي أنا واخده إيجار، مش أنا اللي بحدد تمن الإيجار، الراجل صاحب المصنع هو اللي بيحدد الإيجار. مش عارف لما أجي الشهر الجاي أو السنة الجديدة هيعلي الإيجار ولا هيخليه زي ما هو. عندي فواتير الكهرباء والمية والغاز دي الدولة اللي بتحددهم بعيد عني. عندي الآلات على حسب الفنيين أو جماعة بتوع الصيانة لما يجوا آخر الفترة ويقيموا حالة الآلات، ويبدأ يقول لك الإهلاك بتاعه هيبقى عامل إزاي. فأنا عندي المشكلة دلوقتي كلها في الأوفر هيد. والأوفر هيد أنا ببقى حاسبه ستاندرد استيميتد. لما باجي بشتغل فعليا بقى في الأوردر بتاع أستاذ وائل، يبقى تركيزي كله على الاكتوال اوفر هيد الفعلي هيبقى طالع ازاي. عشان اقول لك والله انا كنت كستاندرد كنت مقدر ان الكرسي ياخد اوفر هيد بقيمة 10 جنيه. بس فعليا لما اشتغلنا انا هلاقي عندي اتنين سيناريو. يا اما الاقي الاوفر هيد الاكتوال اوفر هيد مديني 12 جنيه اعلى من الستاندرد اللي انا كنت عامله، او يديني 8 جنيه اقل من الستاندرد اللي انا كنت عامله. واسالك سؤال تاني. عند البادجت بتقول لي ان الاوفر هيد للمنتج الواحد 10، تكلفة الاكتوال اللي طلعت بتقول لي الاوفر هيد للمنتج الواحد 12 او 8 بغض النظر. الكلمة هنا للبادجت ولا للاكتوال؟ سؤال يا شباب. البادجت. ليه للبادجت؟ ليه للفعلي؟ للفعل، لان هو ده ده اللي هيتنفذ، وهو ده الكوست اللي فعلا انا هتكفل بيه يعني. لا انا مش هتكفل بيه، ده انا فعليا اتحملته. اه يعني ما انا بقول لك هو ده اللي اتحملته فعلي. واخد بالك؟ ما هو بالظبط يا شباب، العقل والمنطق يقول لك ايه. انت لما جيت حسبت العشرة حسبتها على اساس تقدير. انت لما معاك فواتير من الموردين انت اشتريت بكام، ولا انت عارف الحاجة الفعلية كام. بس الاكشوال اللي طالع ده من فواتير وحاجات فعلية تحت ايدك. فلما يحصل عندي خلاف ما بين البادجت او الستاندرد والاكشوال، الكلمة الاولى والاخيرة للاكشوال. الاكتوال والستاندرد ايه؟ بص يا عم الحاج، احنا لما جينا حسبناك كستاندرد احنا حسبناك كحاجة وسيطة في النص. لان احنا ما ينفعش نشتغل نقول للعميل هنشتغل ولما نشتغل نقول لك التكلفة هتبقى عاملة ازاي. فاحنا لازم في الاول كده نديك رقم للتكلفة. فاحنا عملناك كده، احنا بنعدي بيك موقف، انت مجرد كسر او كوبري بنعدي بيك موقف لغاية ما نشتغل فعليا ونشوف التكلفة الفعلية طالعة معايا بكام. فلما التكلفة الفعلية تطلع يروح الفعل أي الستاندرد، انت كتر خيرك على كده، اركن على جنب، انت ما عادش ليك دور ولازمة عندنا. ولازم نشوف بقى احنا هنشتغل على التكلفة الفعلية. اللقطة بقى هنا فين؟ ان انا الستاندرد بيقول لي 10. تعالى ناخد الاتنين سيناريو. السيناريو الاول ان الفعل 12، السيناريو التاني 8. لو جينا على السيناريو الاول، انا الستاندرد بيقول لي 10، الاوفر هيد 10، الاكتوال بيقول لي الاوفر هيد 12. يعني الاوفر هيد الحقيقي 12 بس انا كنت مقدره اقل من ال 12. لما اكون مقدر الاوفر هيد اقل من الاكتوال والاكتوال يطلع معايا اعلى، فده معناه ان انا كنت مقدر بالاقل. ده اللي انا بسميه الاندر ابلايد اوفر هيد. ان انا كنت مقدر الاوفر هيد التقديري بتكلفه اقل من الاكتوال اللي طالع اللي عندي.
طب لو خدنا السيناريو التاني، الاوفر هيد الستاندرد 10، الاوفر هيد الاكتوال اللي طالع اللي عندي 8، طالع اقل من العشرة. ده معناه ان انا المفروض كنت احسب الاوفر هيد التمانية، بس انا كنت حاسبه بعشرة اعلى من الاكتوال. فده معناه ان انا كنت مبالغ في التقدير الاوفر هيد بتاعي، وده اللي انا بسميه الاوفر ابلايد اوفر هيد، ان انا كنت مقدر الاوفر هيد باعلى من التكلفه الاكتوال اللي طلعت فعلي عندي. دي اللقطه الاولى اللي عندي. اللقطه التانيه بقى، انا كده عرفت خلاص ان انا اذا كنت مقدر اوفر ابلايد او اندر ابلايد. الفرق ده سواء اوفر او اندر انا هعالجه ازاي؟ ما انا في عندي فرق تكلفه. يا اما انا مقدره ب10 والمفروض ب12، فانا محتاج اعلي التكلفه ب2، فمحتاج اعالج الفرق ده. او هو كنت مقدره ب10 هو طالع ب8، فمحتاج اعالج التكلفه واقللها ب2 عشان اوصل الاكتوال اللي عندي ده. هنا اقول لك انت عشان تعالج الفرق ده لازم تبص لنسبيه الفرق عامله ازاي. يعني لما اجي اقول لحضرتك كده، انا عندي الماتيريال مكلفاني مثلا 25,000، الليبر مكلفني 15,000، الابلايد او الستاندرد اوفر هيد اللي عندي، او الابلايد اوفر هيد اللي انا كنت مقدره، كان نسميه كده الابلايد اوفر هيد اللي انا كنت مقدره، كان طالع معايا ب20,000. بس لقيت ان الاكتوال اوفر هيد طالع معايا بقيمة مثلا 20,100. الفرق ما بين الأبلايد 20,000 والأكتوال 20,100، 100 دولار أو 100 جنيه. لو جيت سألت حضرتك سؤال، ال100 جنيه دي نسبتها إيه أو مقامها إيه لما تيجي تقارنها ب25,000، 15,000، 20,000؟ هتلاقي إن ال100 جنيه ده رقم لا يذكر. 100 جنيه بالنسبة ل25,000 مش حاجة، بالنسبة ل15 وال20. فساعتها اقول لك ان الفرق ده immaterial او insignificant، فرق صغير جدا يكاد لا يذكر، ما يأثرش معايا في حاجة. فلو الفرق ده immaterial، الحيطة المايلة الضعيفة اللي عندنا حساب الكوجز تكلفة البضاعة المباعة اللي عندك، خد ال100 جنيه دي ارميها على الكوجز. لو انت كنت اندر ابلايد، مقدر التكلفة بأقل والأكتوال طالع بأعلى، خد ال100 جنيه دي حملها زيادة على على الكوكس بتاعتك. لو كنت أوفر أبلايد فأنت محتاج تقلل، فخد الكوكس قلله ب100 دي. بس تخيل كده إن أنا الأوفر هيد الأبلايد كان طالع معايا ب20,000، الأكتوال طالع معايا ب25,000. ساعتها أنا بلاقي إن الفرق هنا 5,000. خلي بالك إن ال5,000 من ال20,000 ده بتتكلم في 25%. 5,000 من ال25,000 ده بتتكلم في 20%، فرقم كبير. الفرق ده بنسميه فرق ماتيريال سيجنيفيكانت، جوهري ما اقدرش اعديه. ده مش 2 3 جنيه مخفيين فانا حرميهم على اي حد. طب تيجي بقى الفرق الماتيريال ده نحمله على الكوكز، الكوكز يقول لك لا، انا ضعيف على قدي، اشيلك في 5 جنيه، 10 جنيه، 100 جنيه، حاجات كده خفافة. بس ان اشيلك في فرق تكلفة نسبتها 20 و25%، انا ما اقدرش اشيلها. طيب نحمل الفرق ده على مين؟ نحمله نسبة وتناسب ما بين الكوكس تكلفة البضاعة المباعة، ما بين الويب حساب الويب تحت التشغيل اللي عندنا، ما بين الفينش جود حساب الانتاج التام بتاعنا. نسبة وتناسب يعني انا اروح قايل لك مثلا ان الكوكس ده كان عامل 5,000، الويب كان عامل 3,000،
الكوكز كان عامل 10000. التوتال بتاعهم كده احنا بنتكلم فيه 18000. نسبة وتناسب، هات لي نسبة كل واحد من التوتال بتاعه عامل كام. ف5000 من ال 18 تقريبا 27%، ده 16%، ده 55%. خد ال5000 الفرق ده، اضربها في نسبة كل واحد. فقول لي ال5000 لما تضربها في ال27% هيشيل 1300، التاني هيشيل 833، التالت هيشيل 2700. وعلى حسب بقى، لو انت اندر ابلاي يعني كنت مقدر بأقل ومحتاج تعلى بالتكلفة، فهتروح قايل ان الكوكس الجديد 5000 زائد ال 1300، الويب الجديد 3000 زائد ال 800، الفينش جود الجديد ال 10000 زائد ال 2700. بس انت لو كنت اوفر ابلايد ومحتاج تنزل بالتكلفة، فهتقول ان الكوكس الجديدة الخمسة ناقص ال 1300، الويب ال 3000 ناقص ال 800، الفينش جود ال 10 ناقص ال 2700. فاللقطة بتاعت يا شباب الاوفر والاندر ابلايد، انا لازم اجاوب على سؤالين لما باجي بقى بقارن. ودي يا شباب اللقطة بتاعت النورمال كوستنج. يعني هنا عملت الفارينس على مستوى الاوفر هيد لوحده، باعتبار ان المفروض ما يطلعش فارينس في الماتيريال والليبر. فاجي اقول لك سؤالين، الفرق ده اوفر ابلايد ولا اندر ابلايد، عشان اعرف انا هعلي بيه التكلفة ولا هنزل بالتكلفة. والفرق ده ماتيريال ولا ام ماتيريال. لو فرق خايب ملوش 30 لازمة، لا نسبته لا تذكر، ارمي على الكوجز. حساب انكم ستيتمنت واقفله في فترته، حساب مصروف يتقفل في فترته. اما لو الرقم ده كبير، النسبة بتاعته كبيرة، الكوجز ما يقدرش يشيل. الكوجز يقول لك لا، انا اشيلك في الضعيف بس ما شيلكش في تهمة كبيرة زي دي. ساعتها لازم نحمله على الكوجز والماتيريال والكوجز والويب والفينش دول. لازم ادخل معايا حسابات تقايل من البالانس شيت، حسابات مستمرة تسند الكوجز في الجزء اللي هو شايله في الفرق ما بينهم عامل ازاي. نعيد التوزيع تاني يا شباب. التوزيع بتقول لي إيه يا شباب؟ ان انا بعمل التوزيع ده، لو الفرق ام ماتيريال خد المية كلها ارميها على الكوجز وصلى الله وبارك على كده. بس لو الفرق ماتيريال، الكوجز يقول لك انا ما شاركش فيه، هات حد معايا كمان يسند. مين اللي يسند؟ الكوجز والويب والفينش جو يسندوا الكوجز. تمام. تمام. هنوزع ال5000 الفرق ده ازاي؟ نسبة وتناسب. يعني قول لي الكوجز بكام، الويب بكام، الفينش جود بكام، التوتال بتاعهم عامل كام. وقول لي نسبة كل واحد من التوتال ده. يعني الكوجز 5000، التوتال بتاعهم 18، نسبته 27%. الويب 3000، نسبته من التوتال 18، نسبته 16%. الفينش جود 10000، نسبته من التوتال ال 18 55%. في النسبة دي اضرب الرقم الفاريانس اللي طالع اللي عندك ال 5000. 5000 في نسبة 27% نسبة الكوكس، يروح مديك ال 1300. 5000 الفرق في نسبة الويب ال 16%، يروح مديك 800 جنيه. 5000 الفرق في نسبة الفينش جود ال 55%، يروح مديك 2700. ال 5000 والتلاتة والعشرة ده بيفور الالوكيشن، قبل ما اعمل له التوزيع بتاعه. بس بقى بعد ما عملت التوزيع الجديد، فبقى عندي 5000 واشوف انا لو كنت اندر ابلايد. لو كنت اندر ابلايد يعني انا كنت مقدر باقل ومحتاج اعلى بالتكلفة، فانا نسبته ده هروح ضايفه عليه.
ف5000 زائد، لو انا هنا يا شباب لو انا كنت اندر ابلايد، فاروح قايل لك كده ال 5000 زائد ال 1300، فبقت نسبته الجديدة 6300. التلاتة زائد ال 800 3800 وكسر. ال 10000 زائد ال 2700 12700. بس انا لو كنت اوفر ابلايد، يعني مقدر التكلفة بأعلى ومحتاج انزل بالتكلفة لان الاكتوال طلع عندي اقل، يبقى ساعتها هقول لك ال 5000 خفض بيه النسبة بتاعته ل 1300، فبدل ما كان 1000 5000 هينزل بال 1300 يبقى 3600. ال 3000 تنزل بال 800 تبقى 2000 وكسر. ال 10000 تنزل بال 2700 تبقى 7200. ده اللي احنا بنسميها توزيع نسبة وتناسب، على اساس نسبته قد ايه من التوتال الثلاث ارقام. اشوف الرقم بتاعه هيطلع كام، بس اشوف بقى الرقم اللي هيطلع ده هزوده عليه. لو انا كنت اندر ابلايد فانا محتاج اعلى بالتكلفة فهضيفه، ولا انا كنت اوفر ابلايد مقدر التكلفة باعلى فانا محتاج انزل فانا هقلل التكلفة بتاعتي. واضحة؟ واضحة يا شباب؟ تمام. كده انا جيت في حساب الجوب اوردر، فتحت حساب ويب باسم الاوردر ده. انا جيت على الويب الاوردر بتاع استاذ وائل، رحت مديله رقم 15. استاذ شريف رحت مديله اوردر رقم 16. استاذه مروه رحت مديها الاوردر رقم 17. وكل اوردر من دول اعمل عليه حاجه اروح رامي عليه الويب اللي بفتحه ده، بيبقى عامل زي الحصاله. اقعد ارمي عليه ارمي 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 لغايه ما الجماعه تقول، تقول لك احنا خلصنا هننقله مخازن، اروح قافله في حساب الويب عندي في حساب الفينش دوت. طب لو انا شغال نظام البروسيس كوستنج، لو انا شغال نظام البروسيس كوستنج نظام المراحل، الى حد ما الفكره قريبه. بس الفرق فين؟ ان انا شغال المنتج الطبيعي بتاعي، انا ما بشتغلش لحد. انا الكراسي والمكاتب والترابيزات والدواليب اللي بعملها انا بعملها بمزاجي انا، ابعاد والمواصفات بتاعته، التصميم اللي انا عايزه، الالوان بتاعي انا، واللي عاجبه يشتري واللي مش عاجبه يجيب من حد غيري. بس بلاحظ هنا ايه؟ انا عشان اعمل كرسي بلاقي الكرسي ده ما بيتعملش معايا وان شوت خبطه واحده. ده انا بلاقي الكرسي ده بيعدي معايا على اكتر من مرحله. بيعدي على مرحله التقطيع، بجيب الخشب اقعد بقى اقطعه، الدايره والمربع والمستطيل والرجول والابعاد والاطوال والسمك والليله دي كلها. بعد ما اقطعه قطع بمقاسات ومواصفات معينه، يروح معدي معايا على قسم الاسمبلي، قسم التجميع، اللي يبدأ عشان بقى يصنع لي الكرسي، يروح واخد ظهر الكرسي مع القعدة بتاعته مع الجوانب الكرسي والأربع رجول، ويركب لي بقى الإسفنج والجلد والمسامير والدق والليلة دي كلها. لما الجماعة بتوع التجميع يخلصوا يروحوا واخدين الكرسي معدين على قسم الدهانات، اللي يديله بقى كرسي لميع، الكرسي الأسود، الكرسي الأبيض، البني، الكرسي اللي داخل فيه أكتر من لون زي ما يعملوه. لما يخلصوا الجماعة بتوع الدهانات يروحوا واخدينه الجماعة بتوع الباكينج، التعبئة والتغليف، يبدأوا بقى يفككوا الكرسي تاني ويغلفوه بقى كل واحدة في الاسترتش والفل بتاعه والورق، ويلعبوه بقى في الكراتين والليلة دي كلها، بحيث إن أي عميل لما يطلب يبقى الكرسي بدل ما ياخدوا حاجة كبيرة كده مش عارفين نعمله، ياخدوا يا دوبك هي كرتونة صغيرة كده، يشيلها في إيده كده، يروح يفك الكرتونة يروح مركب الكرسي وخلاص. طب أنا هنا دلوقتي لما أجي أقول لك دلوقتي الكرسي تكلفته عليا كام؟ هتقول له والله هتلاقي بتاع التكليف يقول لك والله ده الكرسي ده مكلفنا 500 جنيه. طب انا عايز اعرف هي ال 500 جنيه دي جايه منين؟
من قسم التقطيع، ولا قسم الاسمبلي، ولا الدهانات، ولا قسم التعبئة والتغليف؟ انا كل قسم من دول المنتج بتاعي بيحملني فيه ماتيريال، بيحملني فيه ليبر، بيحملني فيه اوفر هيد. فال 500 دي جايه لي من انهي واحد فيهم؟ هقول لك ان ال 500 دي جايه لك من توتال الماتيريال والليبر والاوفر هيد بتاعت الثلاث اقسام. يعني احنا لما خلصنا خالص التقطيع والتجميع والدهانات والتعبئة والتغليف، راح لقينا التكلفة كلها 500. طب افرض دلوقتي انا ده التكلفة الاكتوال اللي طلعت. افرض انا كان الستاندرد بتاعي ان المفروض الكرسي اصلا يطلع مكلفني 350، لان العميل متفق معايا على سعر بيع 500. فانا كده في عندي مشكلة في التكلفة. طب المشكلة دي عند مين؟ عشان ارجع بظهري لورا واحلل بنود التكلفة، اقول لك ايه؟ شايف انت الاربع اقسام اللي عندك او الاربع مراحل اللي المنتج بتاعك عدى عليهم؟ وتقول لي اه. ولا بص بقى يا برنس، كل واحد منهم هنعتبره مصنع مستقل. يعني ايه؟ يعني هاجي لك على قسم التقطيع ده، هو هيتحمل ماتيريال وليبر واوفر هيد، بس التكلفة بتاعته ده انا هرميها على الويب بتاع قسم التقطيع. انا هسمي الويب ده بتاع قسم التقطيع عشان اشوف المواصفة الستاندرد اللي كنت حاططها لقسم التقطيع بكام، والتكلفة الاكتوال اللي اتحملها في قسم التقطيع بكام. هفرض ان هو كلفني في قسم التقطيع 80 جنيه كتوتال. هيروح من التقطيع هيروح فين؟ هيروح التجميع. في التجميع برضه هيتحمل ماتيريال وليبر واوفر هيد. فهروح في التجميع فاتح له حساب الويب بتاع التجميع. بس هنا اقول لك لا، خلي بالك بقى من حاجة. هو انت قسم التجميع ده القسم اللي انت بدأت فيه، ولا هو جاي لك من قسم قبله؟ لا، ده هو جاي لي من قسم قبله. ده معناه ان هو مش جاي لك بتكلفة زيرو، ده جاي لك متحمل بتكلفة القسم اللي قبل منك. فوانت بتفتح حساب الويب بتاع قسم الاسمبلي التجميع، هتقفل فيه حساب الويب بتاع قسم التقطيع. فتبقى عامل حسابك كده ان بسم الله الرحمن الرحيم الكورس لغايه دلوقتي جاي لك متحمل بتكلفه 80. شوف انت بقى هتحمله ماتيريال وليبر واوفر هيد في التجميع بكام. طلع معايا ان التوتال اللي اتحمله 210. ال 210 دي كلها مش بتاعت قسم التجميع. ال 210 دي فردتين. فرد ال 80 اللي جايه له من قسم التقطيع، والفرق ما بينهم ده ال 130 بتوع قسم التجميع بس. بعد كده هيطلع من التجميع يروح رايح الدهانات. نفس اللقطة كده أنا هروح فاتح له حساب الويب بتاع قسم الدهانات اللي عندك. بس خلي بالك من حاجة، ولما جالك من جالك الدهانات وما جالكش من الشارع، ده هو جاي لك بتكلفة توتال 210 بتاعة قسم التجميع. فأنا هقفل الأول في الحساب الويب بتاع قسم الأسمبلي ال 210، عشان لما تيجي تقول لي إن الكورس لغاية دلوقتي مكلفني 300 جنيه، أقول لك خلي بالك من حاجة. ال 300 جنيه تلات فرد. 80 جنيه بتاعة قسم التقطيع، و130 جنيه بتاعت قسم التجميع، وال90 جنيه الباقية دي بتاعت قسم الدهانات. طيب لما يجي يروح لقسم التعبئة والتغليف، نفس اللقطة. أنا هفتح له حساب الويب بتاع التعبئة والتغليف.
بس خلي بالك هو برضه مش جاي لك من الشارع، هروح قافل فيه حساب الويب اللي جاي لك بيه من الدهانات. فلما تقول لي ان هو لغايه دلوقتي مكلفني اللي احنا قلنا كام، ال 400 جنيه ولا مش عارف ال 350 جنيه، تبقى عارف كده ان ال 350 جنيه دي فيها 80 جنيه بتاعت التقطيع، فيها 210 بتاعت التجميع، فيها ال90 بتاعت الدهانات، فيها ال50 بتاعت التعبئة والتغليف. ساعتها أنا هنا عملت تحليل لبنود التكلفة. فلما نلاقي ان انا في عندي فرق ما بين الستاندرد والاكتوال، ساعتها انا بدل ما تديني الرقم الاكتوال 500 رقم مقفول كده انا مش عارف منه حاجة، لا، انا رجعت لك ال 500 دي لاصلها، وكل بند في ال 500 انا رجعته لمكانه، تقطيع ولا تجميع ولا تعبئة ولا دهانات ولا تعبئة وتغليف. وكل قسم من التلاتة انا عملت له حساب الويب الخاص بتاعه، حملت عليه تكلفته عشان اشوف كل واحد حمل المنتج بنسبة تكلفة عاملة ازاي. ونفس اللقطة برضو اللي احنا عملناه في الاوفر والاندر ابلايد، اللي احنا عملناه في الجوب اوردر، نفسه هو بالظبط هنعمله في البروسيس كوستنج. الفرق الوحيد يا شباب، او عندنا ان الجوب اوردر والبروسيس كوستنج بيتفقوا في حاجة وبيختلفوا في حاجة. الاتنين بيتفقوا ان انا بفتح فيهم حساب الويب، بس بيختلفوا في ايه؟ انت بتفتح حساب الويب ده على اساس الاوردر، طلبية العميل المخصوصة يبقى ده الجوب اوردر. بتفتح الويب ده على اساس المرحلة والقسم اللي المنتج بتاعك بيعدي عليها، يبقى احنا كده بنتكلم على البروسيس كوست. واضحة يا شباب؟ معلش. واضح يا ريس، معلش بس عشان انت حضرتك بترفع ديت في 80 دي، بس هي داخله من داخل ال 210. يبقى دي 130. معلش. عشان بس بترفعها، والله انا لا، مش ما فيش فيها حاجه، انا عارف ان حضرتك ما فيش فيها حاجه خالص. تمام. واضحة يا شباب؟ اه تمام. واضحه حضرتك. الواقع العام، بص يا شباب، حاجة بقى ليكم انتوا. الكتب النظري تقول لك احنا عندنا ويب، عندنا جوب اوردر، وعندنا بروسيس كوست. الواقع العملي احنا بنشتغل نظام ميكس ما بين الاتنين. لو انت فكرت فيها كده هتلاقي ان احنا في الواقع العملي احنا بنشتغل نظام ميكس ما بين الاتنين، ما بين الجوب اوردر وما بين البروسيس كوستنج. اللي منكم يكون مكتوب عليه انه يدخل تكاليف معانا ان شاء الله. ما بالك اللي غاوي يجيب وجع قلب النفس هيفهم ازاي احنا بنخلق نظام ميكس ما بين الجوب اوردر والبروسيس كوست. ارجع اسالك سؤال بقى تاني كده. دلوقتي ماشي يا سيدي، احنا اشتغلنا، انا ساعات ببقى ماشي تحت في خط الانتاج الصاله كده، مثلا بالذات مثلا في مصانع المواد الغذائيه او مصانع بتسل الجلود اللي بتقص، او بتاعه القماش اللي بتقص قماش وخيط ومش عارف ايه دي كلها، بتلاقي في عجين واقع منك، شوية دي واقعين من خط الإنتاج، قماش مقصوص، خيط مش عارف حصل له إيه فهيترمي. ده إحنا بنسميه إيه؟ شوية القماش والعجين اللي واقع على الأرض والخيط والقص والليل دي كلها، ده اللي إحنا بنسميه السبويلت التافه. معلش أنا آسف يا شباب، عذرا. الازرق والتالي. ده الهدر أو التالف. السبويلت ده اللي إحنا بنسميه الهدر أو التالف. طب احنا بنعالج السبويلج ده ازاي؟ عشان تعالج السبويلج ده
لازم تقول لي الأول، هو السبويلج ده طلع معاك من باب أدي الله وأدي حكمته فده اللي هو النورمال سبويلج، ولا السبويلج ده طلع معاك لأن الناس كانت بتستهبل وشغالين وزي ما تيجي، يعني كده كده مرتبي ماشي وبقبض آخر الشهر فأنا مش فارق معايا. وده اللي احنا بنسميه الأب، بنسميه الأب نورمال سبويل. فقبل ما نحدد المعالجة المحاسبية للسبويلج هو هيبقى عامل ازاي، لازم تحدد لي طبيعة السبويلج اللي طلع ده. لو السبويلج اللي طلع ده نورمال سبويلج، ده الهدر او التلف الطبيعي. طب بص يا شباب عشان نتفق مع بعض على حاجة، مفيش مجال او صناعة او نشاط ما فيهاش تلف وهدر. مهما كانت السايكل اللي عندك انت ماشيها بالحديد والنار، مهما كنت ظابط الدنيا عندك، مهما كنت ممشي الناس على المسطرة، ممشيهم على الشعرة، لازم يطلع تالف. نسبة التالف ده بتختلف معاك على حسب المجال والنشاط اللي انت شغال فيه. كل مجال بيبقى فيه نسبة تالف ستاندرد عندك، وساعات الإدارة اللي بتحددها. حتى الإدارة تقول لك والله أنا عارف إن المكن عندي مش أحسن حاجة، قديم، الناس برضو مش أحسن حاجة، فلو الستاندرد في المجال بتاعنا 3% احنا ممكن نخليها 5%. ممكن الإدارة تقول لك أنا جايب أحدث مكن، أنا مدي للناس تدريب واتنين وتلاتة وعشرة لغاية ما شبعوا تدريب وقالوا خلاص إحنا مش عايزين تدريب تاني، فأنا هقلل نسبة الهدر من 4% هخليها 2%. باجي أقول لك بقى نسبة الهدر الطبيعي ده، دي زي ما قلت لك كده، أدي من باب أدي الله وده حكمته. أنت مهما تعمل عمرك ما هتقدر تتصرف فيه. إحنا بنحاول يا شباب نقلل الهدر على قد ما نقدر، بس عمره ما بيوصل لزيرو. مفيش حد يقول لك ابدا ان الهدر والتالف بيوصل للزيرو. انت بتقلله على قد ما تقدر، بص بالاز، يعني بص على قد ما تقدر، بس انه يوصل معاك للزيرو استحالة، وريح دماغك. طب التالف الطبيعي ده، هفرض معاك مثلا ان احنا والله احنا بننتج في اليوم، احنا بننتج في اليوم مثلا 1000 شنطة، احنا مصنع شنط، والإدارة قالت أنا التالف الطبيعي بتاعي 3%. فلما نيجي نقول كده ال1000 شنطة في ال3%، يعني 30 شنطة. يعني خط الإنتاج لما يطلع لي تالف من شنطة لغاية الرينج بتاعي من شنطة لغاية 30 شنطة، ده اللي احنا بنسميه النورمال سبويلج، التالف الطبيعي بتاعي من شنطة ل 30 شنطة. ده الرينج بتاعي اللي أنا هلعب فيه، ده رينج التالف الطبيعي بتاعي. طيب التالف الطبيعي ده هنعالجه محاسبيا ازاي؟ عشان تعالجه محاسبيا لازم تبص لي على الستاتيوس، الحالة بتاعة التالف ده عامل ازاي. يعني ايه؟ يعني ال 10 12 15 شنطة اللي طلعوا دول طلعوا معدومين العافية، مفيش منهم الرمق، مفيش فيهم الأمل، مفيش منهم الرجا. وإن أنا عشان أصلحهم أو أعيد إن أنا أعمل لهم ريسايكل هصرف عليهم ماتيريال وليبر وأوفر هيد من جديد، فكأنه خد التكلفة تكلفتين ومش هقدر أرفع سعر البيع بتاعه. فساعتها أقول لك دلوقتي أنا عندي الحالة الأولى إن هو كانت بي سولد، ملهوش صرفة ولا أي حاجة، ساعتها أقول لك لا تعمل قيد ولا أي حاجة. وكده كده تكلفته هتكون داخلة من تكلفة الإنتاج اللي عندك، لأن احنا بنحسب التكلفة بالنت مش بالجروس. طب أنا والله الاستاتيوس التانية اللي عندي، أنا لقيت نفسي لأ، أنا قادر أبيعه. حتى فرز تاني، حالات الأوتلت يا شباب، الشنطة بتتباع في الفرع ب1000 جنيه، تيجي في الأوتلت يقول لك إيه؟
عليها ديسكاونت 50%، 500 جنيه و400 جنيه، هي نفس الشنطة، بس فيها خدش، مش عارف، الفتحة والقفلة بتاعتها مش عارف فيها ايه، اصلها فيها مش عارف ناتشة، مش عارف ايه، التقفيل بتاعها ما كانش احسن حاجة مثلا يعني. فده احنا بنسميه فرز تاني. لو هتبيعه لو هتبيعه اللي خلي بالك من حاجة، التالف ده يا شباب ظهر عندك في خط الإنتاج ولا في مخازن المنتج التام؟ دي النقطة الجوهرية اللي عندي شباب. لما بصيت على الشنطة كده قلت إن الشنطة دي معيبة وهتبقى فرز تاني مش فرز أول. اللقطة دي بتتعمل على خط الإنتاج ولا في مخزن المنتج التام؟ كلوجيك، كعقل ومنطق. المنتج التام. أسألك سؤال تاني، امتى بتدخل المنتج بتاعك على على مخزن المنتج التام؟ بعد كامل التصنيع عندنا. حلو. كمل التصنيع. مش بيبقى عندي، بيبقى فيه كده ما بين خط الانتاج ومخزن المنتج التام الجماعه الرزلاء بتوع الجوده قاعدين، الجماعه بتوع الفحص طبعا. والجوده والمعمل، يبدا ايوه. يمسك كل شنطه ايوه. يفرزها، يقول لك دي تمام عديها، دي مش تمام رجعها للانتاج تاني. يبقى انا ساعتها كده بعمل لقطه الفحص دي في المخزن، وانا لسه واقف في خط الانتاج. في خط وواجهة الانتاج. خط الإنتاج. وانا لسه واقف في خط الانتاج. طب وانا واقف في خط الانتاج يا شباب، خلي بالك فاكرين لما قلنا انا وانا واقف في خط الانتاج انا ببقى فاتح حساب الويب. فهنا بقى يقول لك ايه، ما دام انت لسه واقف على خط الانتاج وفاتح حساب الويب، يبقى اول حاجة تعملها لازم تقفل حساب الويب، لازم تقلل بيه حساب الويب اللي عندك. احنا الويب ده ديبت، لما اجي اقلل بيه حساب الويب انا هروح مخليه كريدت حساب الويب، والديبت بتاعي هيبقى النورمال سبويلج بتاعي. نورمال سبويلج انفنتوري ان انا في عندي تالف طبيعي في المخازن بقيمة مثلا 100 جنيه. فأول خطوة بعملها لازم أقلل بيه حساب الويب في التكلفة بتاعته. لما عملت كود التكلفة بعد كده أروح أعمل كود المبيعات العادي. هتبيعها بكام في الأوت ويت؟ أنا هبيعها ب50 جنيه. أدي ديبت الكاش، تمام. الراجل هياخدها منك ديبت كاش، مثلا انت بتبيعها باقل رقم ممكن، حتى ممكن تبيعها بالمية، اللي هو من باب تجيب همها وتجيب مصاريفها وخلاص. ديبت الكاش، كريدت النورمال سبويلج بقيمة 100. خلي بالكم يا شباب انا ما بعملش ده قيد مبيعات، ده ما بيبقاش قيد مبيعات، ده بيبقى ايرادات اخرى، ولا قيد ايرادات اخرى. لا لا مبيعات اساسية ولا ايرادات اخرى. انا بقلل بيه ال 100 جنيه اللي خدتها من الشنطه المعيبه دي. لما حد جه خدها مني فرز تاني ب 100 جنيه، انا بقلل بيها تكلفه خط الانتاج اللي عندي. تمام. انا عندي هنا النورمال سبويلج التالف الطبيعي ده لو ملهوش صرفه الله يرحمه انا ما بعملش اي قيد ولا بتحرك من مكاني، لا قادر ابيعه. اول خطوه اعملها لازم اخفض بحساب الويب، وبعد كده اروح عامل الحركه التانيه اللي انا مخرجها. لان انا هنا يا شباب، ليه يا شباب هو مش كود مبيعات؟ لان انا مش مخرجه من مخزن المنتج التام.
قيد المبيعات بيتعمل لما يكون المنتج منتج تام نهائي، بس دي مش الصورة النهائية بتاعته. أنا اللي واخده حاجة كده، إما بقى واخده فرز تاني، أو واخدهم بالكيلو بقى. هو هيفك الشنطة بقى، ياخد حتة الجلد اللي فيها السوستة، المسمار، القفل، مش عارف الإيد بتاعتها، ويعملها في أي حاجة كأنه كده قطع غيار. فاللي ببيعه منها أنا بقلل بيه التكلفة اللي عندي، نفس معاملة الباي برودكت بالظبط. تمام. ده كده النورمال سبويلج التالف الطبيعي بتاعي، انا بتعامل معاه محاسبيا ازاي. طيب لو انا بتكلم على اب نورمال سبويلج تالف غير طبيعي، لما اجي اتكلم على الاب نورمال سبويلج التالف غير طبيعي، يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم كده قبل اي حاجه. احنا هنا يا شباب قلنا ان انا الرينج بتاعي كده النورمال من 1 ل 30، بس لقيت ان السبويلج اللي عندي طالع 40 شنطة. ال 40 دول فردتين، 30 طبيعي، وفي عندي 10 منهم اب نورمال غير طبيعي. فلما تلاقي في 10 اب نورمال غير طبيعي، بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما تشوف حالته عامله ازاي هتبيعه قبل اي حاجه ده تالف غير طبيعي يعني خساره. تالف غير طبيعي يعني خساره. او مبدئيا كده انا بروح حامل القيد اللي انا بخفض بيه ان انا بثبت وجوده من ديبت الابنورمال سبويلد لكريدت الويب اللي عندي. بحفظ مثلا انها كانت بقيمة 150 جنيه. انا في التالف الطبيعي يا شباب اثبتت وجوده لما شفت الحالة بتاعته ان انا ممكن اتصرف فيه. التالف الغير طبيعي اول ما اشوفه من على بعد 10 كيلو، اول ما اشوفه بس من بعيد لازم اثبت وجوده. بعد ما اثبت وجوده اقول لك بقى تعالى يا برنس بقى نشوف بقى الوضع بتاعه عامل ازاي. لو الوضع بتاعه والله ده كان تبي صول مش هنقدر نتصرف فيه، ده حتى بتاع الخردة لما عدى على المصنع قال لك انا اخد تهمة اعمل بيها ايه، محدش هيشتريها ولا هيعمل بيها حاجة. ساعتها بعد ما عملت قيد اثبات وجوده اروح عامل قيد الخسارة، اثبت قيد الخسارة بتاعتي، واروح عامل القيد بتاعي ديبت اللص من الابنورمال سبويلج لكريدت الابنورمال سبويلج اللي عندي بقيمة 150. لا والله ده انا هقدر ابيعه واتصرف بيه فرز تاني تالت عاشر بالوزن، قطع غيار خردة اي حاجة، بس انا هتصرف فيه. ساعتها نفس اللقطة اللي بيجي منه بنغطي بيه التكاليف بتاعته. انت هتبيعه بكام؟ هو اصلا واقف عليك الكريدت الابنورمال بتاعك واقف عليك بال150. انت بقى هتبيعه بكام؟ ممكن تقول له والله انا هبيعه ديبت كاش، الراجل اللي جه خده هياخده مني ب200. فساعتها انا هروح قايل لك كده ان انت في عندك كريدت جين من تصريفة الابنورمال بقيمة ال50. لا والله ده انا الراجل اللي هيبيعه مني قال لي بقول لك ايه، انا مش هاخده منك باكتر من 120، هو مكلفني 150، فهروح ثابت خسارة من الابنورمال سبويلج بقيمة ال30,000. واضحة يا شباب؟ والابنورمال سبويلج ده اللي انا ابدا بقى احاسب بقى الجماعة بتوع الانتاج والمشتريات ومش عارف بقى انتوا ليه طالع معايا ال10، انا لغاية 30 انا مش هكلمك.
بس فوق ال 30 النورمال انا لازم اسالك ليه الرقم ده طلع مع ان المفروض ما كانش يطلع. واضحه يا شباب؟ بعد إذن حضرتك، طيب بالنسبة لما بنيجي الأبنورمال، بيثبت النورمال والأبنورمال بقيدين اتنين، ولا بيثبت الإجمالي القيمة؟ يعني لما يبقى أنا عندي مثلا النورمال زي ما حضرتك قلت 30 وعدى خلاص وصل ل 40، في مم. حالة خلاص احنا قلنا لو هو نورمال بنعمل القيد بتاعه لحاله، طب لو هو ابنورمال هنعمل النورمال والابنورمال كقيود، ولا بنعتبره كله ابنورمال ونعمله قيد واحد؟ إيه هنا؟ لا، انا هنا ما بثبتش. لما يطلع عندي ابنورمال فوق ال 30 ماليش دعوه بالنورمال. النورمال ده على حسب، ما بص، انا معالج نظرتي اصلا للنورمال لوحدها. لان انا باجي اقول لك إيه؟ انا المفروض دلوقتي انا طالع عندي 40 شنطه، تمام كده؟ تمام. ال 40 دول في منهم 30 نورمال، وفي و10 ابنورمال. منهم عندي ال 10 اللي هو الاب نورمال. تمام. ال 10 الاب نورمال ده بسم الله الرحمن الرحيم كده، يعني عارف ايه؟ وانا بقول لك صباح الخير هروح قايل لك استاذ شريف اعمل لي القيد بتاع ال 10 الاب نورمال. تمام. ده بسم الله الرحمن الرحيم، احنا ما اتكلمناش في اي حاجه. انت ما شرحتليش، انت كل قلت لي ايه؟ قلت لي والله يا ريس انا عندي 40 شنطه، 30 نورمال و10 اب، اروح قايل لك اعمل لي القيد ال 10 اب نورمال. فده قيد اولي كده انا بعمله وانا مغمض. تعالى بعد كده بقى نمسك كل واحد. ال 30 النورمال هيتباعوا؟ لا، يبقى ولا كاننا شايفينهم. ليهم صرفه وبيعه؟ اعمل القيد بتاعك. العشرة الابنورمال مالهمش صرفه؟ اعمل قيد الخساره. ليهم صرفه؟ ابدا شوف القيد اللي هتعمله بتاعك عامل ازاي. افصل الاتنين احسن. تمام. بس هرجع اقول لك حاجه تانية برضه. اتفضل. لو الاندستري براكتس بتاعتك، بص يا شباب احنا كل ده شغالين انترنال، يعني المعيار يقول لك الاحسن انك تفصل. لو الاندستري براكتس بتاعتك بتقول لك ادمج الاتنين في قيد واحد، مش هقول لك لا. كلمة الاندستري براكتس دي ماشية على الكل. بس تعالى في المسودة بتاعتك تحت كده واعمل لك ملحوظة ان ده قيد اجمالي نظرا لاعتبار الاندستري براكتس في المجال بتاعنا. بس القيد الاجمالي ده جاي لي من قيد واحد اتنين تلاتة اربعة. واضحة؟ تمام واضحة، بس في كمان سؤال معلش بالنسبة للويب. عندنا مثلا الابنورمال ك كتكلفة بتقفل في حين البيع. تمام. بتقفل مع الكاش، ويفضل الويب عندي سواء كان في النورمال او الابنورمال، بيروح فين بعد كده، او بيتقفل مع ايه؟ اسألك سؤال، الويب ده حساب انكم ستيتمنت ولا بالانس شيت؟ بالانس. بيترحل معاك، بس هتقفله ليه؟ بس كده انا فعلي خلاص ك... هتقفله ليه؟ انا بعته ده وجالي كاش من لا. المقابل المصروف ده. يعني انا ال... فتحته. اتفضل. طب اتفضل لا كمل. لا خلاص ماشي ماشي انا. ماشي ماشي. خليني اسمعك للاخر، خليني اسمعك للاخر. قول يا مدير. لا خلاص حضرتك اتفضل. الويب ده يا شباب انا دلوقتي شغال على 50 تلاجة، تمام؟ ال 50 طول ما هم في خط الانتاج اسمهم ويب. على اخر الشفت الساعة 4 لقيت نفسي مخلص 30 راحوا المخزن، وفي 20 باقيين. اللي انا بقفله في حركة البيع ال 30 اللي راحوا المخزن كفينش جود. ال 20 الباقيين انا ما لهمش صرفة.
مين العميل اللي هيدخل يشتري منك تلاجة ناقصة باب تلاجة، ولا دايرة الكهرباء، ولا دايرة الفريون؟ ملهوش صرفة، ما تقدرش تسميه منتج. احنا بنسميه انتاج تحت التشغيل، احنا لسه شغالين على، هنيجي عليه بكرة ونخلص. تمام، فده ما بتقفلوش، ده بترحله. اللي بيتقفل معاك في حركة البيع الكوجز، تكلفة البضاعة المباعة، بتوع ال 30 تلاجة اللي انت خلصتهم ووديتهم مخزن الفينش جود. الويب مفتوح معاك لغاية ما تخلصه. وقت ما تخلص ال 20 تلاجة اللي باقيين، ساعتها لما بتيجي بتطلعه من صالة الإنتاج توديه مخزن المنتج التام، بتقفل حساب الويب في حساب الفينش جود. فأنت كده بتصفر الويب، خلاص هو طلع من الصالة من عندك. تفتح بيه حساب الفينش جود. لما تفتح حساب الفينش جود وتبيع، بتقفل حساب الفينش جود في حركة المبيعات اللي عندك. شباب، في نظام البربيتوال، مش أنا باجي بعمل قيد المبيعات، بعمل قيدين: قيد مبيعات وقيد التكلفة. قيد التكلفة ده اللي أنا بقول فيه ديبت الكوجز كريدت الفينش جود، إن أنا قفلت حساب خفضت حساب المخزن بتكلفة الكوجز اللي طلعت عندي. ما هو سؤالي حضرتك ان انا بعت، عشان كده بسأل حضرتك. يعني حضرتك وصلنا ان احنا لما بنبيع الثلاجات خلاص بيقفل الويب بتاعنا، تمام. فده طبعا مش الثلاجات، ده الهدر بتاع الثلاجات، فحطيناه على الويب. فانا مم. لما بعت، مش المفترض ان الويب يقفل برضه ساعة ما بيع؟ لا، أنا بخفض. يا شباب، أنا مثلا من ال 20 تلاجة اللي في الويب، التلاجة اللي طلعت بايظة، ده اللي قصدي حضرتك مثلا، فأنا هبيع التلاجة دي. ايوه حضرتك، اقصد كده. ده اللي أنت قصده. أنا ما بقفلش حساب الويب. حساب الويب ده يا شباب، أنا إمتى بقفل حساب الويب؟ لما بقفل الصالة كلها. بس التلاجة اللي بايظة من ال 20 دي، أنا بخفض بيها تكلفة الويب. يعني مثلا هفرض معاك إن ال 20 تلاجة دول لغاية دلوقتي مكلفيني 10000 جنيه. التلاجة اللي دي، اللي أنا هبيعها اللي بايظة دي، مكلفاني من ال 10000 دول مكلفاني 500 جنيه. لما أبيعها ب 500، أنا ما بقفلش حساب الويب، أنا بخفض حساب الويب. بدل ما كان مفتوح ديبت، أنا بخليه كريدت، أخفضه بال 500. فبدل ما كان عندي الويب ب 10000، بقى 10000 ناقص ال 500 التلاجة اللي انا بعتها كتالف او فرز تاني، يبقى الويب عندي 9500. فرق ما تمام بين تمام، وصلت. فرق ما بين ان انا بقفل الحساب وان انا اخفض الحساب. شباب، لو رجعنا للقطة بتاعت البروسيس كوستنج، انا لما كنت شغال في قسم التقطيع، انا كنت فاتح حساب الويب بتاع التقطيع. طب لما اروح قسم التجميع، هو دلوقتي قسم التقطيع بقى ليه لازمة عندي؟ شغال في حاجة؟ أقول لك لا. فأنا بقفل حساب الويب بتاع التقطيع في التجميع، خلاص بصفره. بدل ما كان ديبت بحمله، بروح قايل لك الكود بقى إيه: ديبت ويب التجميع الأسمبلي لكريدت ويب التقطيع، أنا قفلته. بقى كده ويب التقطيع زيرو بالنسبة لي، كأن لم يكن. بس في النورمال أنا ما بقفلش الحساب، أنا بخفض بيه التكلفة اللي هو متحملها لغاية دلوقتي. ففرق ما بين ان انا بقفل حساب الويب، او ان انا بخفض تكلفة حساب الويب. ما تكون وضحت؟ واضحة. طيب القيد بداية الويب نفسه بيبقى طبعا ديبت الويب كريدت. الماتيريال والليبر والاوفر هيد. التلاتة بالظبط. على حسب. تلاتة ولا فقط الماتيريال حضرتك؟ لا، يا شباب الويب، انا لما احنا مش اتفقنا المرة اللي فاتت ان انا مم. باجي بتكلم على تكلفة، ما دام قلت لك تكلفة يبقى بسم الله الرحمن الرحيم كده انا عندي ثلاث تكلفة: ماتيريال وليبر واوفر هيد. ما دام قلت لك تكلفة يبقى انا عندي الثلاثة، ثلاث بنود تكلفة: ماتيريال وليبر واوفر هيد. الويب ده حساب تكلفة،
يبقى هرمي عليه بنود التكلفة الثلاثة. لما اصرف من المخزن عليه هروح محمله بالدايركت ماتيريال بتاعته. لما الناس تشتغل على الخامات اللي سحبتها من المخزن يبقى حمل الويب بتكلفة الليبر بتاعته. لما اجي اشوف الويب ده خد قد ايه من الكهرباء والميه والغاز والايجار والليله دي كلها، اروح محمله بالاوفر هيد بتاعه. فانا بحمل الويب ببنود التكلفه الثلاثه. بعمل مره قيد ديبت الويب كريدت الرو ماتيريال اليوز اللي انا سحبتها من المخزن، ومره الويب بحمله بالليبر، ومره الويب احمله بالاوفر هيد، عشان في الاخر اطلع بالويب ده محمل لي توتال كام. ما احنا قايلينها هنا يا شباب في قسم التقطيع، لما بفتح حساب الويب فقسم التقطيع بيكلفني الماتيريال الخشب، والليبر الناس اللي بتقطع، والاوفر هيد الكهرباء والميه واهلاك الالات بتاعت قسم التقطيع. باخد بنود التكلفه الثلاثه دول احملها على الويب بتاعت قسم التقطيع. وضحت؟ اه وضحت يا ريس، تسلم.